السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وأصحابي. هيثم الجرحي يحييكم. وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الإنسان الكذاب. الإنسان الكذاب يا جماعة ليه كذا حاجة كده بيبان منها يعني. أول حاجة، كلامه كتير. يعني إيه كلامه كتير؟ يعني تلاقيه أنت طبعا بتبقى قاعد صامت أو هو بيكلمك في موضوع عن حاجة، وأنت طبعا بتبقى قاعد ساكت ما بتقدرش تقول، بتسمعه. فهو بيلاقي رد فعلك منعكس على كلامه، يعني مش مديه اي رد فعل. فهو بيحاول يخش لك من اي جهه بقى، اي زاويه كده، يجيبك بالكلام كتير 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 عشان برضه انت تقتنع. يعني فكلامه كتير، بتلاقيه بيتشال ويتحط، بس الاكشن وشه مش طبيعي. عمال يتكلم كلام 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 عشان يقنعك بان هو فعلا بيتكلم صح. فطبعا كلنا مش عارفين ان هو في ناس ما بتعرفش ان في ناس يعني طيبه، ما مش هي مش بتكذب، فمش عارفه الكذب شكله عامل ايه او الانسان ده. الصفه التانيه او الحاجه التانيه اللي في الكذاب، بتلاقيه دايما هو قاعد معاك، يعني رياكشنات وشه غريبه. تلاقيه دايما في مراخيم يورش في مراخيم كده، يورش في دماغه. مش طبيعي. تبقى شكله مش طبيعي كده، مش مظبوط، في حاجه غلط. يعني تلاقيه مش طبيعي. حتى ابتسامته، الانسان اللي بيتكلم بجد او الصادق في كلامه بتبقى بيضحك بثقه. طب لو في نقطه بتضحك في الموضوع اللي بيكلمك بيه، بيضحك بثقه. لكن ده هتلاقيه بيضحك بنوع من يعني ضحكه طالعه كده بالعافيه، تمثيل. بيمثل الضحكه عشان هو ده محتاج ضحكه، في الكلام محتاج ضحكه فبيضحكها. هو مش بيضحك، هو بيمثل الضحك عليك او بيكذب. يعني برضه بيكذب في الضحكه. تمام. هتلاقيه برضو يعني متوتر. هو بيتكلم معاك في توتر شديد. مش على بعضيه يعني. انت حتى لما بتلاقي يعني طفلك بيكذب او ابنك بيكذب، بتحس ان هو تعبيرات وشه سابقه اي كلام. يعني هو كذاب، مش عارف. فمش عارف. مش معنى في ناس محترفه في ده. هتقولي في ناس محترفه في الكذب، في ناس محترفه في الكذب. في ناس محترفه قوي، وتديك الموضوع وتديهولك بطريقه ممتازه. ممتاز. يعرف فعلا يوصل لك الموضوع من غير انت ما تشك حتى 1% ان هو كذاب. في كده كتير. ناس كتير قوي بتتكلم معاك في مواضيع كتيرة قوي. انت فعلا بتحس ان هم مش كدابين ابدا، لكن بيبقى هو انسان كذاب. بيبقى كذاب. انا عايز بس اوجه كلمة للجماعة او الاشخاص الكذابين دول. انت بتكذب ليه؟ انت بتكذب ليه؟ ايه اللي يخليك تكذب اصلا؟ ايه اللي يضطرك للكذب؟ يعني انت الانسان اللي قدامك ده مش ربنا خلقه زيك؟ الانسان اللي انت بتكذب عليه ده، اذا كان مديرك في الشغل، ولا اذا كان صديقك، ولا اذا كان اخوك ولا ابوك ولا اي حاجه، هو مش انسان زيك زيه؟ خايف منه ليه وبتكذب عليه؟ ما تقول له الحقيقه واللي يحصل يحصل. يعني مثلا انا شغال في مكان، في مصنع او شركه او في اي مكان ما، وحصل اي ظرف، ولازم صاحب المكان يعرف. اكذب عليه ليه؟ ما هو يعرف. الكذب ملوش رجلين بالبلدي كده. انا بتكلم معاكم بالبلدي. الكذب ملوش رجلين. انت بتكذب ليه؟ هو هيقتلك؟ هو هيقتلك؟ لا. قول له عادي. يعني لما اتكلم معاه بصراحه واقول له ان مثلا حصل كذا كذا وكده، عادي. انا والله حصل مني واحد اتنين تلاته، بس ما كانش اقصد. تمام. ان هو طلع انسان كويس وتقبل منك ده، وتقبل صراحتك واحترم صراحتك، تمام. ما تقبلهاش وطلع انسان مش فاهم ده ومش ما تقبلش صراحتك، خلاص. مش مشكله. كفايه ان انت مش ما تقبلت، يعني ما طلعتش كذاب.
لان هو كده كده عايز يفهمك حاجه، بس هو هيكشفك. ما فكرش ان انت كذبك ده هيفضل، هيكشفك. لازم ربنا يكشفك في الموضوع ده. انت مخبي عني حاجه في الشغل، تمام، شهر 2 3 هتتكشف. يبقى من الاول كنا احنا ايه، نخلينا في الصراحه. وبعدين عايز اقول لك نقطه مهمه قوي، انت بتتكتب عند ربنا كذاب. بتتكتب عند ربنا انسان كذاب. فانت ليه تبقى يعني تبقى انت فرحان بده ومبسوط بده؟ في ناس بتكسب من الكذب ده. في ناس ما ينفعش ما تكذبش. في ناس لازما تكذب، لازما. في ناس هو ده لقمة عيشهم. بس بالكذب تبقى لقمة عيش حرام، تبقى حرام. فموضوع النهارده كان موضوع مختصر عن الكذب. ما بحبش اطول عليكم والله، بس انا بحب ادردش معاكم. والله هو هدفي ندردش مع بعض، ان احنا ندردش ونتكلم ونذكر بعض بحاجات كتير. لو انت عارف حاجات تانية عن الكذاب برضو قولها في التعليقات. ويا ريت تدعمني كده بالاشتراك في القناة. ويا رب ما كنت تقيل او رخم او كلامي كتير يعني. ويا ريت تصلوا على النبي في التعليقات، وتكتبوا برضو التعليق بتاعكم اذا كان الفيديو عجبكم او ما عجبكمش. السلام عليكم.